حيلة منزلية نفذيها وحلي كل مشاكلك وخليكي ست بيت شاطرة. عطار عجوزة قالت لي حوشي قشر البرتقال في الازايز ووفري فلوسك وانسي انك تشتريه من بره. بجد الفكرة دي هتوفر عليك فلوس كتيرة قوي، وطبعا بديل لحاجات كتيرة قوي في بنشتريها بفلوس كتير. فهتبقى هتعتمديها وهتستعمليها على طول في بيتك ومش هتستغنى عنها. لو لسه بتابعني لحد دلوقتي ما تنسيش تضغطي اللايك وما تبخليش عليا باللايك، وما تنسيش تصلي على رسول الله في التعليقات. اول حاجة جبت قشر برتقان وغسلته كويس قوي قوي وسبته طول الليل لحد ما ينشف من الميه اللي عليه. وبعد كده جبت مقص كده زي ما انتم شايفين وبقصه كده بقطعه قطع صغيره. وطبعا لازم نقطع كل قشر برتقال قطع صغيرة علشان هقول لكم الطريقة بعد كده. اول حاجة هنجيب ازازة مش محتاجينها مش لازمة يعني وكده، ازازة بلاستيك عادية جدا ما فيهاش اي حاجة. اول حاجة بعد كده بعد ما نجيب الازازة هنحط فيها قشر البرتقال الصغير ده زي ما انتم شايفين كده، ونبتدي نعبي واحدة واحدة علشان بس ما نملاش الازازة كلها. انا كنت عاملة قبل كده وده البواقي منه. بعد كده بحط قشر البرتقال زي ما انتم شايفين كده، بس مش بملى الازازه كلها، واحده واحده كده لحد ما يدخل كله معايا. دول زي ما انا قلت لكم دول قشر برتقانتين بالظبط، وهبتدي املى الازازه زي ما انتم شايفين كده لحد ما يتملي مثلا نصها ولا حاجه. هنبتدي نحط قشر البرتقال في الازازه زي ما انتم شايفين كده، ودول هيكفوا نص ازازه. لو حابين تكتروا كميه مفيش مشكله، انتوا بس جربوا اول مره وان شاء الله هتعجبكم. دلوقتي بعد ما خلصت برتقال عمل حوالي نص ولا تلت الازازه زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى ايه اجيب خل تفاح. انا ما عنديش خل تفاح، حطيت الخل العادي زي ما انتم شايفين خل طبيعي. مش هحط ولا نقطه ميه، كله هيبقى خل في خل تمام. هيبقى كلها ايه بالخل من غير ولا نقطة مية. إيه زي ما انتوا شايفين كده. دلقت الخل في الازازه ومليت الازازه زي ما انتم شايفين اهو كده. هيبتدي بقى يغير لونه مثلا بعد ساعتين ولا 3. ممكن تحطيها كمان في كيس اسود علشان يتفاعل مع بعضه. انا ما كانش عندي كيس اسود، بس انتوا ممكن تعتقوه كده لمده يومين هيغير لونه وهيبقى لونه لون البرتقال. هتصفوا طبعا الميه اللي فيه. وطبعا ده بينفع جدا 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 في تنظيف الفراخ من الزفاره وتنظيف الاستانلس، تنظيف اي حاجه بديل للديتول كويس جدا جدا. هيعجبكم قوي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتنا الجديده. واشوفكم على خير، مع السلامه.